السلام عليكم، واش راكم البنات؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وبصحه وبعافيه. اليوم جبت لكم وصفه سهله واقتصاديه وسريعه، يعني ليه توجد، والمكونات نتاعها كاينين في الديور كامل ان شاء الله، وبدون لحوم. هذه الوصفه من كثره بنتها مع طاحوا فيها ما يشوفوش يا البنات، صدقوني جربوها مش راح تندموا. قبل ما نبداو في مقادير الوصفه، ما عليكم غير تصليوا وتسلموا على رسول الله عليه افضل الصلاه وافضل السلام، ونبداو على بركه الله. جبت حبه بصله كنت قطعتها مربعات كيما راكم تشوفوا، مع زوج روس ولا 3 نتاع فلفل ثاني قطعتهم مربعات، وهنايا راح نزيد نقطع معاهم حبه تاع طماطم ولا زوج راح نقطعوهم مربعات. في مقلاة درت زوج مغارف نتاع الزيت، ورايحه نقلي هذيك البصله والفلفل مع بعضهم. ومن جهه واحده اخرى ديجا كنت قطعت حوالي زوج حبات نتاع بطاطا حسب كميه، حسب افراد العائله، قطعتهم مربعات وحطيتهم يغليوا في الماء مع شويه نتاع الملح. ونبقاو نذبلو في هذيك البصله والفلفل ونحركو فيهم حتى يذبلوا خلاص. في هذه المرحله رايحه نضيف عليهم الحبه تاع الطماطم اللي كنت قطعتها مربعات، وراح نضيف عليها ثاني نصف ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره. بهذه الطريقه ونبقى نحرك حتى نكمل تذبل معايا الطماطم. وهنايا راح نزيدو فنجان تاع الماء، فنجان برك يا البنات، لخاطرش الماء هنا كنت كثرو رايحه تسمط ومش راح تطلق ومش حتجي بنينه. وهنايا راح نزيدو شويه توابل مع الملح. انا استعملت شويه تاع فلفل الكحل مع شويه تاع فلفل احمر، ومع شويه تاع ثوم بودر. اللي ما عندهاش ثوم بودر تقدر دير زوج سنينات ولا 3 تاع ثوم. ونحركو هكذا مليح مليح حتى يتعسل لنا هذاك الخليط. وفي هذه المرحله رايحين نضيفوا البطاطا اللي كنا غليناها، يعني البطاطا تاعنا شرشمناها راهي طايبه 100%، رايحين نضيفوها هنايا. هذه الخطوه كاين اللي يقليوها، انا جو بريفير نديروها هكذا تكون صحيه وبنينه في نفس الوقت. ويعني ايماجيني هذه الوصفه كامل وهذا العشاء كامل طيب بزوج مغارف تاع زيت، سما هذه راهي وصفه صحيه 100%. نتمنى تجربوا الوصفه البنات وتخليوا لي ارائكم في التعليقات، واللي ما زالت ما دارتليش ابوني تابونيني فضلا وليس امرا. وما تنساونيش بالجام ولي كومونتير الباهيين اللي كيما نتوما. ونكملوا نخلطوا هذيك البطاطا شوي شوي برك، ومن بعد نخليوها على نار هاديه ونروحوا بجهه نديروا. انا كان عندي بيضه زدت عليه بيضه كامله وخلطته مع شويه فلفل الكحل وشويه نتاع الثوم ورشه خفيفه تاع الملح. ونروحوا نلوحوها فوق هذيك الخلطه نتاعنا. انا هنايا درت ثاني شويه فرماج فوندو، ودرت فوق البيض هذاك شويه نتاع فرماج شيدار، ونغطيوها ونخليوها تكتك بشويه على نار هاديه. وهنايا بعد ما طابت لي درت عليها شويه تاع الطون، وكان العشاء نتاعنا واجد. وهاي ليك دوكا بعد ما طابت وكانت واجده.
شوفوا يعني البنات صدقوني هذه الوصفة بنتها بنة ونتمنى تجربوها وتخليوا لي آراءكم في التعليقات. ديجا راهي الصورة برك تعبر على كلش. ودركا ما عليا غير نقول لكم بلي رانا وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى ان شاء الله تخليو لي جيم وكومنتير وتدعموني اذا عجبكم الفيديو وعجبتكم القناه، واللي راهي حابه كاش وصفه ما عليها غير تكتبها لي في التعليقات وباذن الله راح نلبي لها رغبتها. ما عليا غير نقول لكم انت الله في رواحكم ودمتم سالمين حبيباتي، ومع السلامه.